ليش كانوا يتسممون البندورة في العصور القديمة؟ وهل في طعم خامس غير الحامض والحلو والمالح والمر؟ ومعلومات غريبة ثانية عن البندورة، بس كملوا معي. بالنسبة للطعم فموجود طعم خامس واللي هو الأمامي، بكون طعمه مايل. ليش؟ طعمه جذابة مثل طعم شوربة اللحم، مرق اللحم أو الجبن. وكذلك البندورة إلها هذا الطعم، في منها بيجي الطعم الأمامي. وسبب التسمم من البندورة بالعصور القديمة إنهم كانوا يطبخوها باستخدام أواني من الرصاص، فهذا هو اللي كان يسبب لهم التسمم، تفاعل البندورة مع أواني الرصاص، عشان هيك سموها ثمرة الشيطان. وبعد فترة طويلة اكتشفوا العكس، إنها مفيدة جدا، واستخدموا الكاتشب كعلاج للبطن، يعني لآلام البطن. ما نسمع كلمة بندورة بيجي عبالنا اللون الأحمر، لكن الحقيقة في منها ألوان ثانية كمان، مثل الأسود والمخطط والأصفر والبنفسجي. غالبا بسموا البندورة حسب شكلها، إذا بتشبه الإنجاس بسموها بير، وإذا بتشبه الكرز بسموها توميتو تشير أو تشير توميتو. اهتمام الشعوب بها متفاوت، اليابان والصين وروسيا ما كانوا يهتموا بها كثير، والعرب والإسبان والإيطاليين والغرب كانوا يهتموا فيها ويدخلوها بأغلب أكلاتهم. وخبروني أمتى آخر مرة أكلتوا بندورة، وتابعوني للمزيد، وباي باي، سيو.